أين نجوم الدين ودعاته من جرائم ترتكب بحق الإسلام والإنسانية؟ أين أصحاب الملايين دعاة أو تجار جمعوا ثروات هائلة من عقول البسطاء الذين يقتلون أمام مرأى شيخهم يوميا دون أن يحرك له ساكنا؟ والسؤال الأهم، هل سقطت علينا داعش بباراشوت أم كانت ابنة البيئة التي ولدتها واحتضنتها وصدرتها؟ للأسف السعودية أحد هذه البيئات يعني، وأنا أستطيع أنه للأسف السعودية أحد هذه البيئات يعني، وأنا أستطيع أنه هي ليست منظمة بقدر ما هي عصابة. تم تجميع هذه العصابة من شتى مناطق الدول العربية، شتى الدول العربية، ومعظم المنضمين الشباب الصغار لداعش ومداعش يستغلون جنسيا لواطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذه هي عربية، وعلى وجه الخصوص من المملكة العربية السعودية، وهذه مشكلة كبيرة. كذلك جميعنا نعرف أنه يعني خطابنا كان له أثر كبير، كان أحد الأسباب في نشوء هذه يعني انتهى؟ لا لم ينتهي. أنا أتكلم عن ما حدث لحد الآن. الخطاب الغالب في مدة طويلة كان سبب في ظهور فئة جاهزة لأن يستقطبها داعش أو غير داعش. استقطبتها القاعدة سابقا، استقطبها داعش حاليا، سيستقطبها خرسان لاحقا. نسألك اللهم عزا ونصرا وتمكينا لإخواننا المجاهدين في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين، اللهم انصرهم على الرافضة الملحدين، اللهم انصرهم وأعنهم وقو شوكتهم، اللهم سدد رأيهم ورميهم. فأنا متأكد، وذكرت هذا الأمر في أكثر من مقال ومقام، أن هناك خلايا نائمة في المملكة العربية السعودية. نحن الآن على وجه الخصوص نتكلم عن المملكة العربية السعودية وما جاورها من الدول العربية. هناك خلايا نائمة، والدليل على ذلك كلما تم القبض على خلية ظهرت خلية أخرى، كأنه بنا ملامح من داعش في بيئتنا المحلية. كلام منطقي وفي محله. هذا اللي صاير الآن بالفعل. الآن هناك ملامح داعشية للأسف الشديد، حتى من الدعاة الآن المشاهير. كثير من مشاهير الدعاة ملامحهم واضحة الآن، يعني لا تحتاج أن الواحد يفند أكثر ويمحص أكثر. واضح أنه داعشي من خلال خطاباته، من خلال تغريداته، من خلال اللي صاروا مليونيريات ومليارديريات. وهذه مصيبة، هذه مصيبتهم الآن للأسف الشديد. وأنا أتكلم أستاذ نديم بكل صدق وصراحة حول هؤلاء المتشددين. الغالبية من هؤلاء المتشددين هم من ضحك على الناس باسم الدين للأسف الشديد، هم من أوقع كثير من شبابنا ممن دخل هذا النفق المظلم، نفق الإرهاب، بسبب هذه التناقضات في آرائهم وخطاباتهم على كلام الأستاذ سعيد العالية جدا، الصراخ العالي والكذب في سرد القصص. قال: خرج ولدي يوما فأصيب، فرجع إلينا وجعلنا نحاول أن نعالج إصابته. يقول: فإذا بمجموعة من الزبانية يدخلون علينا ويضربون الولد. يقول: وكانوا يكررون: من الخيانة البيض الذين معكم؟ من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضا؟ أين هم؟ اعترف من هم. يقول: يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض إلا أن تكون ملائكة. يصرخ وينادي ويكذب، للأسف الشديد يكذب. يقول: الملائكة تحارب معهم في سوريا والحور العين تنتظركم. أنا وقفت على بعض أصحاب هذه الخطابات الدينية المتشددة، وجدت أنه يعيش أحسن من رئيس جمهورية. يعني نعم، يعيش حياة البذخ الأموال الطائلة والسيارات الفارهة بل يعيش حياة أكثر انفتاحا. نعم. يعيش حياة أكثر انفتاحا من حياة من ينتقدهم من الليبراليين. بالضبط. مظاهر البذخ اللي تعيشها يعني كانت تتنافى أصلا مع يعني جوهر رجل الدين أو الداعية أو العالم أو الزاهد، يعني كأنه أصبحت مطوع تاجر يعني. أنا شوف يا أخي سعود، خليني أكون صريح معك. أنا أعيش في الرياض العاصمة وفي حي الغدير. أنا من الطبقة المتوسطة، لست مع الوزراء والأمراء أو بعض القصور التي تمشي بها بالكيلوات. ولست أنا في مثلا بيت طين أو في حجرة أو شيء، لا. أنا على دخلي مد رجلك على بدك لا شك. ما شاء الله، إذا رجلك 6 مليون 7 مليون ما شاء الله.
هؤلاء دعاة على أبواب جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم من تسبب في هذه الكوارث. دراسة شهيرة من مرصد بروكينغز العام انتشرت عن حسابات داعش في تويتر وأعداد المنضمين والمروجين. الأرقام التي ظهرت يوم هذا من عام يعني كان أنه أكثر من 866 حساب داعش ينشط في مجال الترويج والتجنيد في السعودية. آلاف الحسابات المؤيدة والداعية تنشر ملايين التغريدات سنويا ضمن تويتر. الدراسة أثبتت أنه السعودية هي المصدر الأول للتغريدات، تليها سوريا، العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، الكويت، وهكذا تتدرج بقية البلدان وصولا إلى في المرتبة الأخيرة كانت تونس. يعني السعودية وحدها أكثر من 3 ملايين تغريدة تروج وتؤيد لداعش. من يبرر الفئة الأقرب للتشدد الديني وللأسف هي صوتها عالي، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، صوتها عالي جدا. هذه الفئة لا زالت تبرئ الخطاب، لا زالت تبحث عن كبش فداء، لا زالت تبحث عن أطراف خارجية ترمي عليها هذا انتحاري مسجد الإمام الصادق سعودي الجنسية يدعى فهد القباح. ما دلالات تنفيذ سعودي لتفجير جامع الإمام الصادق بالكويت؟ أقسم بالله العظيم لو أن المفجر يزيد بن معاوية أو حتى شمر بن ذي الجوشن الذي قتل الحسين عليه السلام، لو أن المفجر أحد هؤلاء فإن الذي يقف وراء هذا التفجير إيران. عملوا على التأليب على الشيعة مثلا، وصف الشيعة بالمشركين ووصفوهم بالكفرة، وبعد ذلك يعني قاموا واستهجنوا تجاوز الأمر تجاوز الأمر ذلك، لم يعد المسألة مسألة شيعة وسنة، داخل السنة وصلت حتى في داخل السنة الجامية المدري ايش الدكتور اتهم بالجامية وغيرها، وفي الليبرو جامية أيضا والليبرو جامية. إيران هي السبب، إيران هي السبب الرئيسي والمشكلة الأساسية أننا دائما ما نجرم الفعل ونبرر الخطاب. قولوها واملأوها في الملأ، هي حرب سنة وشيعة، هي حرب فسطاطين لا ثالث لهما، حرب إيمان وسنة واعتقاد وصحابة، وحرب نفاق وكذب وزور وبهتان. حربنا مع إيران هي حرب ديانة ومعركة سنة وإيمان وتوحيد، هي طائفية بجدارة، وإن لم تكن طائفية جعلناها طائفية. اليوم احنا عندنا بعض الجهات تبرر حدوث تشدد، تصنع تشدد، تخلق جو شبيه تماما بداعش. داعش وبعض الممارسات تتشابه كثيرا في العنف والقمع والدم وأحيانا تبرير ارتكاب الجريمة. الداعي أو المحرض على القتل يفتقد شجاعة التنفيذ، لذلك يبحث عن من ينفذ بها. لأنه أبغى أبين أنه يا جماعة مو كل من قال آية أو حديث، مو كل من كان مظهر التدين وأطلق لحيته وقصر ثوبه هو يعني على حق. هذا غير صحيح، وبدليل وأكبر دليل أنه اللي يفجر ويقتل ويدمر هو يردد آية وحديث. هو يفجر مسجد ويقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهو يعتقد أنه هو في طريقه إلى الجنة. استخدام الآية والحديث لا ينزه الشخص عن أن يكون على خطأ، هذا تبرير لممارساته الخاطئة. هذه مدرسة احنا صنعناها في بيئتنا ومجتمعنا، أنه احنا حيدنا التدين في مظهر، ركلناه في زاوية أنه هو ملتحي، ووضعنا العكس تماما. أنا حصلت على لقب ليبرالي من أول يوم حلقت في شنبي مثلا بهذا هنا هذا اللي أنا أقصده، أنه بيئتنا ما تتسع للجميع. طبيعة تعاملنا مع الأشخاص والأفراد، لو كان الدين بالحفظ والترديد لكان الببغاء أعظم من داعية في التاريخ. طب من المقصر؟ لمن نوجه أصابع الاتهام إذا كان هناك أصلا وقت لتوجيه أصابع الاتهام؟ يعني لا يمكن تبرئة أحد حقيقة، يعني الجميع مدان، جميع المؤسسات في المدارس وكتب في الصحف أن هناك مدرسات يروجن للقاعدة ومدرسات صحيح. مش صحيح. أنت خلتني يعني أنا كنت بتذكر حادثة وما زالت الحوادث الآن موجودة في بعض الجامعات، على وجه التحديد في الرياض هناك جامعتين، جامعة في إحدى عضوات هيئة التدريس تدعو للدعشنة صراحة أو بطرق ملتوية. أيضا في جامعة أخرى أنا ولدي داخل هذه الجامعة في كلية معينة وجد أعزكم الله في دورات المياه كتابات تدعو إلى الدعشنة. طب ماذا عن مناهج التعليم؟ لا زالت ما في شيء فيها يدعو إلى التفاؤل. حتى المنهج التعليمي لا زال فيه مشكلة وحيدة،
وهذه بصراحة يجب أن نحن نتخلص منها سريعا، اللي هي إشكالية تقييم الآخر. يا أخي لا تقدم لي الآخر ولا أريد أن أعرف عنه هو مشرك ولا كافر. ليش ما يلغوها صفحات؟ يا أخي علمني الصح، علمني الصح فيما يمتلكه ديني. يعني معقول شيعي طالب شيعي يروح للمدرسة عشان يحفظ انه هو كافر ويختبر فيها وياخذ عليها علامة؟